لو انت استلمت محضر شقتك وعايز تعرف ايه اللي بيحصل بعد كده، تعال نعرف خطوة بخطوة لحد ما المفتاح يبقى في ايدك. بس خليك فاكر، دي مش مجرد ورقة، دي أول خطوة حقيقية في حلمك بالسكن. أول حاجة تروح جهاز المدينة وتستلم محضر الاستلام. بعد كده تتوجه لموقع الشقة، خد معاك صورة بطاقتك وصورة من العقد. لما توصل غالبا مش هتلاقي المهندس، بس هتلاقي الغفير أو مسؤول في الموقع. سجل حضورك عنده وسيب عنده أي ملاحظات وهو بيوصلها للمهندس المسؤول. اي مكان تاني امامي احسن. هنا في المشروع كل الفيو اللي هو الجناين والكلام ده. ابدأ عاين شقتك بنفسك. افتح باب الشقة وتأكد ان هو تمام ومفهوش مشكلة. افتح ابواب الاوض واختبر الشبابيك. بص على دهان الشقة وبص على الحوائط وشوف الدهان متساوي ولا لأ. شوف السيراميك راكب صح ولا لأ. بعد كده خش على الكهرباء. افتح النور لو في كهرباء. بص على الفيش، السلك باين ولا متغطي. شوف السيراميك بتاع الحمام. شوف المواسير. بص كويس تحت الحوض. افتح الحنفيات وافتح الدش. وورا السيفون شوف فيه شروخ او ميول ولا لا. راجع السباكة كلها. لو في حاجة مش تمام لازم تبلغ بيها فورا. الملاحظات اللي بتسجلها المفروض تتظبط خلال اسبوعين بالكتير، بس ده مش بيحصل دايما. في ناس الشغل اتصلح معاها وفي ناس اضطروا يستلموا الشقة زي ما هي، فخليك واعي وسجل كل حاجة. بعد المعاينة بتروح المكتب تاني وبتسجل الملاحظات. لو الشقة تمام بتوقع انك استلمتها. بس المفتاح مش دايما بيتسلم في نفس اليوم، ممكن تستلمه بعدها بأسبوع أو أسبوعين حسب الجهة المنفذة وحسب الطلبات اللي انت طلبتها في الشقة. وبعد ما بتاخد المفتاح تبدأ انت رحلتك الحقيقية. تروح شركة الكهرباء وتقدم على العداد، تروح شركة المية وتعمل نفس الخطوة، ولو في غاز طبيعي في المنطقة بتروح تقدم عليه كمان. يعني الشقة بتبدأ تبقى بيت بعد ما بتربطها بالحياة، كهرباء، مية، غاز، وناس. خليك فاكر، كل تفصيلة صغيرة دلوقتي بتوفر عليك مشاكل كبيرة بعدين. افحص، راجع، وخلي استلامك زي المحترفين. مبروك عليك، ويا رب تكون بداية خير وسكن وراحة ليك والكل اللي بيحلم بيه.